مرحبًا أصدقائي وأعزائي المشاهدين، نرحب معكم بالأستاذ الباحث أحمد سعد زايد، اللي يشرفني اليوم في قناتي. وهذا البرنامج برنامج مشترك، آآ يعني تُذاع وتُبث على القناتين، قناة الأستاذ أحمد سعد زايد وقناة هيوة. اللي بالعادة إحنا نبث البرامج بالكردي، ولكن بدأت يعني يصير عندي الرغبة إنه أقدّم البرنامج بالعربي أيضًا. أهلًا وسهلًا بيك أحمد، سعيد جدًا إنه شرّفتني اليوم، وأتمنى يكون عندنا حوار مفيد وممتع. أهلا وسهلا بيك، وسعيد بالحوار معاك، وإن شاء الله نلتقي قريبا، يعني سواء كان في السويد أو في مصر. أهلًا وسهلًا بيك، أنا يشرّفني جدًا. التقينا هنا في السويد، هالسنة ما جيتنا، ولكن يعني أبشّرك إنه ما خسرت شيء. لعل كان نيجي السنة دي أشوفها أو قريبا هنا يعني. في ستوكهولم كلّه كان مطر والجو يعني ما كان في شيء صحيح صحيح. افتقد. أهلًا وسهلًا. أوكي، ن ن لازم نعتذر عن المشاهدين اللي انتظرونا قليلًا، كان في خلل تكنيكي أخّرنا شوي. موضوعنا أو عنوان حلقتنا اليوم: هل يشكل المسلمين خطرًا على المجتمعات الغربية؟ وأكيد اللي يعني متابعين الموضوع، متابعين الأخبار، يعرفون إنه إحنا اليوم نريد نحكي على التحركات العنصرية اللي صارت في بريطانيا، أو المظاهرات اللي كانت احتجاجية على أساس ضد تواجد المسلمين ووجود المسلمين في بريطانيا. وأنا من يمي حطيت بعض المحاور، بس أحب كبداية إنه أعطي فرصة لضيفي إنه إذا كان بصورة عامة يعبّر عن رأيه ويعبّر عن انطباعه عن الوضع اللي دا يصير. تفضل أستاذ أحمد. أهلا بيك يا عم شمال، وأهلا بكل الأصدقاء والصديقات المتابعين، سواء كان يعني من مصر أو من أوروبا أو من كردستان أو من غير مكان، يعني من كل مكان. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده يعني موضوع غاية في الأهمية، وهو الواقع بتاع الجاليات العربية والجاليات الإسلامية اللي موجودة، حتى لو كانوا دول الجاليات دي مش متدينين. يعني مش لو واحد حتى زي ما كنت بتكلم مع بعض الأصدقاء اللي هو يعني علماني حتى النخاع، بل يعني ايه ملحد، فبقول لو حصل أزمة للمسلمين أو الشرق أوسطيين في الدول الأوروبية، لن ينجو أحد. يعني طبعًا. لا تميز الدهماء يعني بين واحد مثلا يعني مسلم علماني ومسلم متسامح ومسلم عنيف. فالموضوع ده المفروض يهتم بيه كل المقيمين من الأقليات الإسلامية في البلدان الأوروبية. ومن ناحية تانية لابد أن لا يمثل الأقليات الإسلامية المراكز الإسلامية، لابد تبقى في طبعًا. مراكز حر، مراكز ثقافية، أحزاب سياسية هي اللي تعبر عن هذه الأقليات، ولا يكون الذي يعبر يعني حركات إسلامية، الإخوان أو السلفيين أو كده، أو مراكز دينية يعني الملة أو الشيخ هو اللي بيتكلم باسم الإسلام أو المسلمين في البلد إكس أو واي أو زد. نعم. وده خطأ كبير في الحالة البريطانية، ولعله موجود في حول أوروبا، إن الحكومة أو الأحزاب لما بتحب تخاطب المسلمين بتروح لهم إلى الإيه المراكز الإسلامية. ودي حاجة لابد من عمل يعني إيه إبدال ليها، والموضوع مش سهل. يعني الواحد عاش في أوروبا، وأكيد شمال عايش أيضا في ستوكهولم،
فكون توجد مراكز تمثل العراقيين أو الأكراد أو العرب أو المصريين أو غيره، وتكون على غير أساس ديني، يعني تكون مراكز علمانية نعم، بتعبر عن حقوق هذه الأقليات اللي هي حقوق علمانية. إحنا مش عايزين حقوق دينية، لأن إحنا مواطنين كاملي المواطنة اللي حصل مننا على الجنسية في البلد الفلاني أو البلد العلاني. فدي نقطة كده بدائية إن في عندنا خلل في الأقليات العربية الإسلامية، وهذا الخلل ما يقولش مثلًا واحد يعني أنا مثلًا ملحد فما ليش دعوة، لأ أنت ملحد وليك دعوة لأن أنت من هذه الأقلية، يعني وأنت إذا كنت من هذه الأقلية فلن تنجو أبدًا، كما حصل مع اليهود حتى غير المتدينين لما حصل تمييز ضد اليهود، ما قالوش مثلًا فلان الفلاني ده يهودي علماني أو يهودي ملحد فنسيبه في حاله أكيد، ونبتدي نضطهد اليهود المتدينين فقط، فدي مشكلة. ده نعم، يعني نقطة مبدئية لابد إن إحنا يعني كل شخص يعيش في المجتمع الغربي يفكر فيها. النقطة التانية اللي أيضًا شايفها غاية في الأهمية، إن الإسلام لا يشكل خطر على أوروبا فقط، يعني الإسلام الأصولي يشكل خطر على المسلمين، يعني يشكل خطر على الإسلام والمسلمين يعني الإسلام نعم، الأصولي دهوّة يعني يهدد مش إنجلترا والّا فرنسا والّا السويد، لأ ده يهدد مصر والعراق والمغرب وكردستان أفغانستان وباكستان، كل الدول الإسلامية. version شديدة العنف، شديدة ال الكراهية للمختلف، المختلف حتى المسلم، يعني إذا كان مسلم علماني فعايزين يقتلوه، مسلم شيعي عايزين مكفّرينه كذا وكذا، فنسخة نعم، غاية في السوء، ونسخة تمثل يعني خطر على الجنس البشري، وفي مقدمة هذا الجنس البشري المسلمين أنفسهم، فضلًا نعم، عن غير المسلمين، أكيد غير المسلمين أيضًا يعني يعانون من هذا التيار اللي يؤمن إن هو له الحق في دعوة الآخرين إلى الإسلام، أو يعني إلى مذهبه ورؤيته للإسلام، ويرى هذا الحق للآخرين. يعني زي اهم، ما باقول يعني إحنا أو لمّا كل واحد كان عايش يعني في أوروبا، كنت تشوف الطاولات تدعو للإسلام في ميادين باريس ولندن وغيرها من العواصم الأوروبية. فباقول لهم تخيلوا كده لو واحد مثلًا جاي من بلاد بعيدة هندوسي أو بوذي وعمل طاولة زيّها في بغداد أو الرياض أو القاهرة أو الرباط، والله الناس تاكله، حتى من غير الدولة يعني، الناس تقول له يعني أنت تريد أن تضل الناس عن دين الله، ويقوموا ماسكينه دابحينه. نفس الشيء أكبر تهمة تهمة التبشير، هذا مبشر نعم، مبشر بدين، وكأن التبشير يعني حلال لكم حرام على الآخرين. إمم، برضه لمّا ييجي واحد يحوّل دينه أو مذهبه، شيعي بقى سُنّي، سُنّي بقى شيعي، بقى مسيحي بقى تكبير وتهليل طب بينما لو واحد مسلم قال لهم أنا مش مقتنع بالإسلام ومقتنع بحاجة تانية، يبقوا عايزين إمم، يقتلوه، أو يستتابوا إلى قُتل أو يعملوا عليه محاكمات أو يقولوا كذا أو كذا. يعني ما لكم كيف تحكمون؟ يا حرية عقيدة يا بلاها حرية عقيدة، يا حرية إمم، دعوة للأديان يا بلاها، يا حرية بناء معابد، عايز تبني 50,000 جامع في الدول غير الإسلامية أصلًا، وأنت إمم، تمنع الأقليات اللي موجودة عندك إنها تبني جوامع أو تبني كنائس أو تبني يعني زي ما هم معتقدين. نعم. فهذه الversion السيئة جدًا من الإسلام هي تهدد الإنسان وليس الأوروبي فقط، الإنسان بشكل عام والإنسان المسلم بشكل خاص قبل الأوروبي، يعني طبعًا هو الكردي أساسًا مشكلة الإسلام السياسي هي مشكلة موجودة عندنا، يعني إحنا العراق يعني متدمّر صار خرابة من وراء الإسلام السياسي، من وراء الإسلام الشيعي والسني، وهذا شيء معلوم يعني كان عندنا أيوه، جماعة الرايات السود، وكان يعني جماعة الصدر وعصابات، ولحد الآن يعني مستأثرين بكل الثروات سرقة ومسائل يعني معلومة. الموضوع بس يعني كونك أستاذ أحمد شخص
صحيح من خلفية سياسية واختصاصك أساسًا فلسفة وأديان وخصوصًا الدين الإسلامي. وطبعًا الناس اللي ما يعرفوك وأكيد أنت غني عن التعريف، بس إذا في شخص أول مرّة يصير عنده فرصة إنه يلتقيك عن طريق هذا البرنامج، لازم نوضّح إنه حضرتك واحد من الناس اللي يسموهم المنوّرين أو الناس التنويريين، ذات الفكر التنويري، والمنتقدين للإسلام الأصولي والإسلام المتطرف أو الطبعات يعني الرهيبة والمرعبة من الإسلام اللي قاعدين نشوفها ببلادنا. ولكن فلنفترض يعني أنت حضرتك أيضًا دارس علوم سياسية، فلنفترض إنه تجرُّد عن كوننا إحنا مسلمين ونعرف إنه شنو الإسلام السياسي وهاي، كشخص عنده قِيَم إنسانية وطبعًا مو القياس يصير إنه أنت ليش ببلدك ما تريد وما تخلّي المسيحيين يدعون لدينهم وتريد هنا تجي تدعو للدين. هنا الدعوة للدين عامة، ويعني الدعوة للإلحاد همين موجودة. ممكن تروح يعني في ديانة ما عندها الله، ديانة جديدة طالعة من فرنسا، واحد عنده أساسًا ديانة بدون إله. يعني كنت مرات أشوفهم بمركز البلد، كان قبل 20 سنة كانوا يوزعون المناشير وهاي ويدعون إنه في كائنات فضائية جت وخلقتنا وهالسلام. يعني في دعوة لأي يعني شهود يهوه يجون يدقون على بابك يقولون تعال انضم لشهود يهوه، يعني كل هالمسائل هاي موجودة، فحرية موجودة على أساس هالقيم هاي، وعلى أساس الإنسان متشبع بهالقيم هاي. كيف نقدر نفسر ونقدر نشوف ظهور التيارات الفاشية؟ لأنه التيارات الفاشية تظهر هسه موجودة مثلا ضد الإسلام السياسي وضد الأسلمة والمسلمين هواية صاروا ببلدنا، والمسلمين راح يقضون على حضارتنا. بس المكانات اللي ما بيهم مسلمين، مثلا في بولندا على سبيل المثال، هذا التيار الفاشي النيو فاشي يتوجه للنساء ويدافع عن أكثر المعايير تخلفًا في إخضاع المرأة. ومثلًا في روسيا مثلًا الهجوم ضد الhomosexual، مثلًا بوتين واحدة من الشغلات اللي ممكن يدعي أو مثلًا يتفاخر به إنه هو بلد ما يسمح بالhomosexual أو مثلًا معادين لهاي. ف يعني كون يعني من وجهة نظر معينة، مو من وجهة نظر مسلمين، من وجهة نظر إنسان بيكون حساس من تطور النيوفاشية، لازم نتناول الموضوع بنظري. شنو رأيك؟ صحيح، يعني التيارات اللي نشأت دهيّة ما نشأتش من فراغ. يعني طبعًا هو في ميل عند الجنس البشري بالذات في الأفكار الدينية والقومية إلى التشدُّد والتطرُّف والقول بإن إحنا من مجموعة عرقية أو مجموعة دينية فوق باقي البشر أو أفضل من باقي البشر. دي نعم. الحكاية دي يعني موجودة في كثير من الأديان والمذاهب وكثير من القوميات. لكن المثيرات لهذه النزعة اللي موجودة منذ العصور القديمة حتى بشكل يعني ممكن أقل بشكل مكثّف في العصور الوسطى، هذه النزعة في مثيرات ليها، اهم. مثيرات من عوامل كتيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية، ولكن هناك عامل محفّز مهم وهو تصرفات بعض المنتسبين للأقليات الإسلامية. يعني مش باقول ده هو السبب الوحيد في قيام اليمين الأوروبي، طبعًا يعني في مشاكل اقتصادية، مشاكل مرتبطة بالهجرة، وصديقنا الشمال يعني من التيار اليساري اللي بيقول يعني بإن البنية التحتية ليها دور أهم من البنية الفوقية في التغيرات اللي بتحصل في المجتمعات. لكن الحقيقة في دي يعني في بعض البُنى الفوقية والأفكار مؤثّرة إلى حد كبير. يعني أنا أذكر على سبيل المثال أول ما ذهبت إلى بريطانيا نعم. في التسعينات، وذاهب هناك أستقر وكده وبتاع، وكان يعني فوجئت إن
في جماعة منشقة عن حزب التحرير اسمها حزب المهاجرين، ويقودها أحد اللاجئين السوريين وقتها نعم، اسمه بكري. وهذا الرجل رافع يعني في محطات المترو، الكلام ده قبل 11 سبتمبر وقبل 2001، نعم، رافع شعارات إن يعني بريطانيا لا ستكون هي عاصمة الخلافة، والخلافة الإسلامية قادمة من داخل بريطانيا، وإن المجتمع الإسلامي يعني ستصبح بريطانيا مش عارف سنة كام إسلامية، وستصبح فرنسا إسلامية، وستصبح ألمانيا إسلامية، وعدد المسلمين في زيادة نتيجة إن حاجتين: التكاثر الجنسي اللي موجود بين الجاليات الإسلامية من ناحية، نعم، والتكاثر اللي هو عن طريق اللجوء والهجرة وما شابه. وهذا يعني حتى عمل هذا يعني الشخص هذا يعني اللي بيدعو للخلافة، وإن الملكة قريبا ستدفع الجزية، كانت تقريبا الملكة طبعا الله يرحمها ماتت بقى إليزابيث، وقال انها هتدفع الجزيه وكده وبتاع. المفارقه ان هو عايش على السوشيال سيكيورتي، يعني عايش على حساب بريطانيا هو شخصيا، نعم، نعم، وحتى استقبلوه يعني، وبيقضي وقته كله في الصيد، يعني كل نعم، وقته بيقضيه في الصيد، لانه يعني عاطل باطل، ما بيشتغلش، ما بيحاولش حتى انه يجد مثلا فرصه للعمل او شيء، ويأكل من يعني عارف اللي هو بيقول لك يعني اديني حسنه وانا اسيدك، يعني انا باخد بتصرف عليا بدل ما اقول لك والله متشكر، يكون الجزاء ان اقول لك انت المفروض تكون انت اللي عبد عندي او خاضع ليا وتدفع لي الجزيه وانت ذليل صاغر. هكذا كان يفكر هذا الشخص، وطبعا يعني شخص نموذج سيء للاسلام. ومفارقات كثيرة كانت، يعني حتى إن له أحد الفتيات بنت من بناته وهو شيخ اشتغلت في ستريبتيز كلاب، وكان يعني قصة طويلة. المفارقات دي نعم، كلها يعني تخلي أنت كمواطن بريطاني تخاف. أنا بقول ده وقتها قلت لأصحابنا يعني حتى يعني بعض أبناء التيارات الإسلام السياسي، قلت لهم نعم، تخيلوا ده لو كان عندنا، يعني كان العكس، ان احنا في مصر مثلا او في سوريا او في العراق، نعم، وواحد جاي بيقول ان احنا هنقيم مثلا الفاتيكان في بغداد، وسينتهي التسنن والتشيع، وستصبح بغداد عاصمة المسيحية في العالم. نعم، يعني افتكر ده ممكن الناس في العراق يعملوا في ايه، ولا في مصر يعملوا في ايه، يعني هتكون اكيد افعال يعني ايه أكيد، فاضحة، وافعال خارجة عن الاداب العامة. نعم، فباقول إن المجتمع الأوروبي عنده صبر، والصبر ده يوشك أن ينفذ. نعم، وعلى العقلاء باقول من الجاليات أو الأقليات الإسلامية جميعًا، والأقليات حتى العربية، لأن أنا ليّا مثلًا أيام 11 سبتمبر صديق من أعز أصحابي، يعني كنا بندرس مع بعض في الثانوية العامة، و سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشغال هناك، وهو مسيحي مصري، يعني ما فيش نعم، داعي أقول اسمه، مسيحي مصري ويعمل هناك من سنوات. يعني أنا سافرت التسعينات، أنا جيت بريطانيا وهو راح أمريكا، نعم، عرفت إنه تم الاعتداء عليه وضربه بعد 11 سبتمبر. هو مسيحي الراجل، بس شكله زي حالاتنا كده، شرق أوسطي من المنطقة وبتاع، نعم، فاتضرب وهو ليس له نقب، هو ليس مسلمًا أصلًا. نعم، فال لمّا هتحصل هذا يعني إحنا كلّنا أصحاب مصلحة، سواء كنا متحدثين بالعربية، سواء كنا مسلمين أو غير مسلمين، وسواء كنا يعني منتمين للإسلام، لإن الموقف يعني بصراحة أنا شايفه موقف جلل، موقف مهم. وإذا نعم، كان اهتمام واحد عايش في العراق والّا في مصر والّا في المغرب يعني ضروري، فالاهتمام أكثر من ضروري بالنسبة للناس اللي عايشين يعني في السويد أو في إنجلترا أو في فرنسا، لإن ده مستقبل حياتهم، ومستقبل حتى لو هو يعني عاش حياته ومات، يعني وربنا يعطينا جميعًا العمر والصحة، ومات هذا الشخص، فأنت هاسايب ولادك وأحفادك في هذا البلد. يعني إذا كنت أنت نجوت وما حصلش مشاكل، فستحصل هذه المشاكل يعني sooner or later.
وخصوصا ان صعود التيار اللي له اليمين الاوروبي اللي له يعني عشرات العوامل، لكن من ضمن المحفزات هي غباء الاصوليه الاسلاميه. لدرجه احكي لكم حكايه تعتبر والله نكته، ان فيديو عملته الجماعات العنصريه الاوروبيه نعم. تهدد الاوروبيين وتقول لهم خلي بالكم ان فرنسا ستؤسلم بسبب التكاثر اللي موجود من الاقليات الاسلاميه، وان هيحصل السيطره على اوروبا في خلال 50 سنه من الاسلام والمسلمين. فأفاجأ ان بعض الجماعات الاسلاميه الاصوليه بتنشره وتروج لنفسها به في العالم الاسلامي ان الاسلام قادم، يعني اكنه يعني هو مش واخد باله ان اللي عمل الفيديو ده عمله علشان يعني يحشد الكراهيه ضد هذا التيار او ضد هذا الدين اللي هم شايفين ان هو الدين ده اس الفساد في العالم، يعني او احد اسس الفساد في العالم. ب 11 سبتمبر، بالجرائم المترو مدريد ومترو لندن ومترو باريس، بالعربيات اللي دخلت في بعض الكرنفالات في المانيا، في حتى في فيينا، حتى في السويد لما كنت هناك وبتمشى مع الاصدقاء والصديقات، يعني قالوا لي ان في كانت حادثه ومحاوله اقتحام ليوم عيد وطني او شيء من هذا القبيل في ستوكهولم، فوضعوا كده زي يعني ايه اشياء بحيث تمنع السيارات من الدخول في الشوارع المكتظه يعني بالمره والسكان. فالحقيقه ان يعني الموقف غايه في السوء، وان لابد من عمل تحالف مع العقلاء من التيارات من الاقليات الاسلاميه، ويكون التحرك على اساس علماني، على اساس المواطنه، مش على اساس الطائفه الدينيه اللي هي بتطالب بحقوقها. وده حال المسلمين للاسف، يعني على الاقل في السنوات اللي الواحد عاشها في الغرب وحتى هذه اللحظه، اللي شايفه ان الذي يتحدث باسم الاقليات مش مجموعات ثقافيه وعلمانيه. يعني مثلا المسلمين في فرنسا ما يتكلمش باسمهم مثلا واحد زي ادونيس او زي امين معلوف او زي مثلا فالح، الدكتور فالح صديقنا عبد الجواد. العراقي، اه فالح عبد الجبار، لكن هتلاقي بيتكلم باسامي هذه الجماعات، امام مسجد باريس، امام مسجد لندن، يا عم يعني وكأن هذا تكريس. يعني هم طبعا شايف ان هم كده بيبقى في المشهد وفي صدارة المشهد، وده شيء جيد من وجهة نظر الأصولية الدينية، لكن هو شيء غاية في السوء، لأن ده بيؤكد ان هذه مجموعات دينية مناوئة للحضارة الغربية، وان هذه المجموعات لابد من التعامل معها وتكون يعني تصديق لكلام اليمين المتشدد واليمين العنصري داخل الغرب. يعني احنا يعني لما بنيجي نفكر طب ازاي تتحل المعضله دي، يعني ما احب اسمع شمال هيقول ايه يعني في حل المشكله دي، ممكن اقول انا وجهه نظر ايضا او اعمل مقاربه في الموضوع. اتفضل. اوكي. لا انا طبعا تصوري انه احكي لك قصه هنا بالسويد صارت من فتره. اكتشفوا طبعا كانت في حمله اكيد عارف بيها، حمله انه السوشيال بيسرق اطفال المهاجرين، وانه مثلا بيبيعوهم لعوائل او بيستغلوهم، او هم المسلمين جايين جايبيهم هنا على مود يعني ياخذون اولادهم، وهاي كانت حمله موجوده، حتى الجزيره ساهمت بها في فتره من الفترات. ايوه. ما اعرف. الجزيره كمان ساهمت بالموضوع هذا، يعني راحت تبلغ لي هالقضيه هاي يعني، وحتى كان في برامج يعني حمله دعائيه كبيره. فاتضح بالآونة الأخيرة إنه المساهمين بالحملة الدعائية هذه كانوا قسم كبير منهم من الحزب العنصري، اللي هو جزء تقريبا من ائتلاف الحكومة، ومو بالحكومة ولكن يدعم الحكومة اليمينية الحاكمة الآن.
أوكي، فهُم شو عاملين مثلًا الذباب الإلكتروني اللي نحكي عنه، هم عاملين مثلًا قاعة معيّنة أو صالة معيّنة فيها مثلًا الكمبيوترات ومخلّين الناس يحكون باسم العرب، ويحكون إنه السويد تسرق أولادنا ويجب الانتقام من السويد ويجب يعني كانوا متجهين إنه يحكون باسم الإسلاميين، و يعني لغرض يعني توسيع الهوة أو يعني إحداث مشكلة إنه السويد بتسرق أولاد المسلمين أو خلق حالة من هالحالات. فأنا بتصوري يعني الحكي اللي تفضلت به إنه يجب التركيز على حقوق المواطنة وليس الهويات الدينية والإثنية وهالمسائل هاي. طبعًا الهويات الإثنية تركز عليها السلطات والدول الحاكمة الموجودة في أوروبا الآن، وطبعًا لغرض سياسي واقتصادي واستغلال الناس اللي موجودين. يعني تصور حضرتك إنه مثلًا 1,000,000 أو 2,000,000 عامل تركي جوي من تركيا، إذا كانوا يعتبرون في لألمانيا في الستينات والسبعينات، إذا كانوا العمال الترك ذولي كانوا يعتبرون نفسهم جزء من الطبقة العاملة والطبقة الكادحة، وكانوا يشاركون بالنقابات وهاي وكانوا يكونون ضمن الفئة اللي بتناضل لأجل حياة أفضل ولأجل مطالبات وهاي، كان ممكن إنه هذا يكلف الدولة الألمانية المليارات. بس كان الأفضل إنه لأ، هذول العمال يعتبرون نفسهم مسلمين، نسوي لهم مسجد في حيهم، ونخلّيهم متقوقعين داخل هذا الإطار اللي موجودين بيها، ويكونوا متشددين ومنتمين لإسلامهم حتى أكثر من تركيا. يعني هسه تشوف إنه الأتراك والمسلمين الموجودين في أوروبا حتى أكثر تشدُّد وأكثر يعني تطرُّف من الناس العاديين اللي موجودين فيها. جماعة الرايات السود قسم كبير من الناس اللي شاركوا في جرائمهم في سوريا وفي العراق، وهاي كانوا آتين من ضواحي ستوكهولم وباريس وكوبنهاجن ولندن. ليش صارت هاي؟ لأنه الجو اللي تفرضه الحكومة والدولة والواقع الاقتصادي تهميش هؤلاء وتفكيرهم، وإنه جعلهم إنه ما يكونون جزء من صراعات المجتمع وجزء من الالتحام اللي صاير بالمجتمع من أجل غد أفضل ومن أجل حياة أفضل. هذا بيخليهم دول الناس يلجؤون إلى تقديس هويتهم، وهذا بيخلي التربة جيدة ومتاحة للإسلام السياسي. يعني كون الإسلام السياسي يكون قوي وعنده هالقوة هاي وهالقوة التعبئة في ستوكهولم ولندن، هاي آتي من كون المجتمع أساسا أو الدولة أساسا بتهمش المسلمين وما تخليهم يدخلون في داخل المجتمع. أكيد في محاولات إنه يدخلون سوق العمل ويشتغلون ويتعلمون اللغة وهاي، ولكن أول مثالي أنا كنت اشتغل شو اسمه من ضمن الناس اللي كانوا يشتغلون ب يعني شو نقول مثلا مرشدين اجتماعيين السوريين اللي جايين. 3 سنوات انا طالبتهم، كنت اطلب الشركه اللي مستخدمتني انه تجيبوا لي واحد من الاتحاد النقابي على مود ذول الناس الجايين من سوريا، 98% منهم راح يصيرون عمال. جيبوهم خاطر يعرفون حقوقهم شنو، مو بس كنتوا تقولوا لهم واجباتكم وضرائبكم وهاي، جيبوهم خاطر يعرفون شو حقوقهم شنو. ابدا ولا استجابوا اساسا. يعني تجهيل الناس من حقوقهم وجعلهم جزء من الهامش في المجتمع، هذه كانت سياسه مبرمجه وسياسه الدول اللي صارت، فهاي تساهم بها. ومن جهه اخرى حقوق المواطنه شغله جيده، ولكن اليمين المتطرف الاتي ما يطالب بحقوق المواطنه، اصلا يطالب بسحب المواطنه من الناس حسب لون بشرتهم، حسب الخلفيه اللي عندهم، حسب انه مثلا منتمين الى اي ديانه، او مثلا حتى الوالدين يعني ابهاتهم وامهاتهم منين جايين، من اي بلد جايين. يعني اساسا حقوق المواطنه تهاجم من قبل اليمين المتطرف. يعني مثلا ناس يسمعون التبليغات والاعلام اللي بروسيا مثلا، بوتين يدعي بانه اتى للدفاع عن الحضاره الارثوذكسيه. اوكي، ببولندا نشوف انه اليمين المتطرف معتمد على الكنيسه وعلى هذا التطرف باتجاه التدين الاكثر. جماعات الاسلام المسيحي
اللي يسموهم القوميين المسيحيين بامريكا صاروا خطر هسه. جزء كبير من القوه الداعمه لترامب هم القوميين المسيحيين اللي ما يدعون ابدا بحقوق المواطنه، بس هم ضد. نعم. صحيح. بس ف يعني هو ممكن إحنا يعني قبل ما نخلّص الحلقة نفكّر طَب نعم. إيه الحل اللي ممكن تتخذه الأقليات؟ يعني إحنا متّفقين على الأقل أنا وأظن نعم. حضرتك إن الأصولية الإسلامية خطر ليس على أوروبا ولكن على العالم الإسلامي أولًا، وعلى اكيد أوروبا أكيد. اكيد. وهذه هذا الإصدار من الإسلام اللي ملئه كراهية ورغبة في إن هو يكون يحكم العالم ويفرض سيطرته على الآخرين، هذه نسخة شديدة الرداءة وشديدة اللا إنسانية وشديدة الاقتراب بالعصور الوسطى. يعني تخلّصت الصورة القبيحة اللي تخلّصت منها كثير من الأديان اللي نشأت زي الإسلام في العصور الوسطى، وبتحاول توفّق أوضاعها مع قِيَم العصر الحالي، الحياة المعاصرة اللي إحنا عايشينها. نعم. لكن هو يعني إيه ما هو المخرج؟ يعني مم. مع هذا الإيه، ال الواقع اللي إحنا عايشين فيه، وأنت باعتبارك يعني شخص عايش في أوروبا، أنت تشوف إيه حل للموضوع دهوّة؟ هو طبعًا انخراط اللاجئين في العمل الاجتماعي والعمل السياسي، وفي انخراطهم في الصراع اللي جاري في الوقت الحالي. ولكن المشكلة العويصة اللي بنواجهها هسه، يعني المشكلة الأساسية اللي بنواجهها هسه، أنا ممكن هسه في 24/8 راح يكون في مظاهرات في ستوكهولم وفي يوتوبوري من قبل مجموعة، نفس المجموعة أو مثلًا الأخوة أو الأخ أو الشقيق للحركة اللي موجودة في بريطانيا. وهاي المظاهرات ضد الأسلمة، وهاي راح تكون بداية أو تهيئة التربة لأحداث اللي صارت بلندن. اللي ما يعرفون اللي صار ببريطانيا إنه بالضبط 8 أيام قبل ما يقتل هذا الولد، هو ولد كمان يعني عمره 17 سنة، قبل ما يقتل 3 بنات. هو ما كان مسلم ولا منتمي للإسلام بأي صلة، ولا حتى الأبوين كانوا مسلمين، وأساسا ما جاي من الشرق الأوسط، جاي من رواندا. اوكي. ولكن الدعايات بثوها انه هذا من الجاليه الاسلاميه، وانه هذا شخص متطرف اسلامي وانقذوا بريطانيا، وصارت هالحمله هاي. ولكن قبل ما تصير هالحادثه هاي، كانه كان يعني شيء مصادفه غريبه. 8 ايام قبل هذا كان في حركه اسمها حركه الدفاع عن بريطانيا. حركة الدفاع عن بريطانيا، وشخص اسمه تومي روبنسون دعا إلى مظاهرة كبيرة ومظاهرة كلش ضخمة. يعني أنا شفت الصور، الواحد يخاف من هيك مظاهرة هاي. والمظاهرة ضد أسلمة بريطانيا وهالكلام هذا. فهذا يعني أعطت الفرصة إنه بتصير هيك مشاكل، وهاي رأسا مباشرة تحفز إلى إثارة هالنعرات اللي موجودة. نفس الشيء ممكن يصير بستوكهولم. فاحنا كمسلمين او غير مسلمين، انا كشخص انا ما يعني ما معقول انه اني انجبر تالي متالي واني مولود شخص لا ديني، يعني من ابوين لا دينيين، بحياتي ما صليت ركعه وما اعرف حتى كيف اصلي. اوكي. وبحياتي ما صمت يوم، ولا كنت متجه للمسجد الا لاغراض اخرى، يعني ابدا اساسا ما كنت موجود بالجامع. هسه انا راح انجبر مثلا اذا بتصير هالحركه هاي انه لازم اطلع والبس صليب بقد راسي، البس صليب هون بقد راسي انه انا مسيحي مو مسلم لا تقتلوني. يعني راح تصير هيك ظروف. وهالمسائل هاي ما ممكن انه احنا نسامح به بنقول انه يعني شنو الادله، شنو يعني شنو هي المسائل المحفزه لليمين المتطرف. اليمين المتطرف يعني لازم نجابها، ولازم هالحركه هاي نواجهها يعني. وطبعا نقد الاسلام السياسي لازم يكون متاح، نقد الاسلام لازم يكون متاح، نقد الافكار الدينيه كلها لازم تكون متاحه. وحتى التهكم منها والضحك عليها، يعني
باي صيغه من الصيغ لازم تكون متاحه. هاي مساله حريات اساسيه وما لازم احنا يعني نغض الطرف عنها او ما نطالب بها. ولكن هذا شيء، وكون الرهاب من المسلمين او المسلموفوبيا، مو الاسلاموفوبيا، لان الاسلاموفوبيا ما امن به، بس المسلموفوبيا حركه رجعيه، انه حركه عنصريه، والواحد ممكن يسامح نفسه اذا ما وقف ضده، ما ناضل ضده. صحيح، يعني الإسلاموفوبيا آآ شيء مش لطيف، لكن له مبرر. يعني أنا من حقي إن أنا أخاف، يعني أها. بل بالعكس، يعني أنا أعرف ناس يعني عايشين في البلاد الإسلامية وعندهم يعني إسلام سياسي فوبيا، يعني فوبيا من الإسلام السياسي وقلق، لإن شايفينهم يعني لا يرقبون في أي حد لا يتبعهم إلًا ولا ذمة، يعني ولا يقبلون إلا يعني لو هو مثلًا الدين 100 مسألة، فهُم عايزين الشخص يكون متّفق معاهم في يعني مش 99% حتى، 100% وإلا هتبقى مشكلة. يعني طبعًا أنا يعني شخصيًا ضد العداء ده، ضد أي جماعة دينية أو جماعة عرقية أو جماعة يعني فلسفية أو أيديولوجية، لكن في ذات الوقت لا علينا إن إحنا نفهم الناس التانية بتفكّر إزاي، ونحاول يعني إيه، نواجه المشكلة دهيّة بأكتر بأكبر قدر من الذكاء والفطنة، وبحيث ما يبقاش إلا العنصريين فقط هم اللي مع هذا، لإن لا أستطيع أقول إن كل المظاهرات اللي حصلت دي، كل الناس اللي فيها يعني عنصريين، يعني طبعا. أكيد فيهم طبعًا نسبة كبيرة أو نسبة يعني رقم ما أقدرش أقول كام في المِيّة مم. عنصري متطرف ومجرم، إلا إن في مجموعة يعني عندها خبرة أو خبرات سيئة من الجاليات العربية والإسلامية، فهي اكيد. طالعة بتنفّس عن هذه المشكلة الموجودة. ف اكيد. للأسف الشديد أستطيع أقول أن يعني الإسلام السياسي يشكل مشكلة رئيسية في العالم، وفي الغرب، وفي العالم الإسلامي. مم. لا أكيد، لكن أنا أريد أفرق بين الإسلاموفوبيا. يعني أنا من حقي إنه أخاف، يعني أكون مرعوب من الإسلام، خصوصا النسخ اللي بتصدرها السلفية والسلفية الجهادية، مو حتى السلفية، مو حتى دول الناس اللي بيقتلون، حتى الناس اللي ما يقتلوا. يعني في عندنا في كردستان نوع من السلفيين ما لهم علاقة بالجهاد وهاي، ولكن المعايير اللي بيدعوها والمعايير اللي بيريدون يفرضوها على المجتمع تفرز العنف سواء رادوا أو ما رادوا. يعني انه القيود على الحريات الفرديه، وانه يتدخلون بكل صغيره وكبيره، وانه الناس مثلا حتى في غرف نومها كيف تنام كيف الزوجين ينامون مع بعض، وكيف يتصرفون بالبيت، يعني التدخل في كل صغائر الامور. هذه التيار فاشي حتى لو ما استخدم السلاح. يعني الفاشيه مو بمعنى، ممكن الفاشيه في مرحله من المراحل تلجا الى السلاح وتقتل، ولكن الفكر الفاشل اللي يتدخل بكل صغيره وكبيره في حياتك وده. فهذا انا يعني حقي انه اكون مرعوب منه، وحقي انه اخاف منه، يعني مساله مشروعه جدا. فما بالك بالشخص اللي موجود بالغرب؟ هذا شيء صحيح، ولكن هذا شيء، وانه كونه انه اشوف شخص مثلا عنده لحيه وعنده مظاهر اسلاميه، انه هذا الشخص اخاف منه، هذا شيء اخر. يعني انه كوني اشوف مثلا انه هاي البلدان غارقه بالازمات الاقتصاديه، غارقه بالبطاله، غارقه بالفساد. يعني تصور انه احنا في السويد عندنا من 1998 لحد الان الفاصل او الفرق الطبقي ظاهر بصورة، بأنه 5 عوائل الآن في السويد عندهم أملاك بقدر 5 ملايين من سكان السويد.
عدد المليارديريه صارت من العشرات، الان عندنا بالمئات، 400 وشقد مليارديريه موجودين بالسويد. فهل زياده الفوارق الطبقيه والازمات الاقتصاديه هي هاي المصيبه اللي احنا بنعيشها. فما معقول مثلا الناس بدل ما تلجأ الى حل مشكلاتها ومواجهه مغتصبي حقوقها ومواجهه الناس اللي بيفرضون عليها الفقر ويفرضون عليها زياده الاسعار ويفرضون عليها البطاله وحتى سوء الخدمات الصحيه وسوء الخدمات الاجتماعيه، بدل ما يلجؤون الى الاسهل، انه هذا جار المسلم اللي جاي من سوريا واللي هنا بيدور على شغل وما يلقي، واذا يلقي يعني يشتغل بالاسود، واذا اشتغل بالاسود ياخذ النص الراتب. هو هذا اللي جاي من سوريا سبب مصائبي، مو هاي الطبقه اللي حارمتني من كل مقومات الحياه، وفي غناء فاحش على حساب حقوقي وعلى حساب معيشتي وعلى حساب حياتي. فهي هالمعادله هاي ممكن الواحد يعني يصير انه انا صحيح انه انا لا ممكن اخاف من الاسلام، من الخوف من المسلمين هذا شيء رجعي وفاشي بكل معنى الكلمه. وطبعا المسلمين صاروا مثلا كبش فداء مثل ما صاروا اليهود. قبل النازيين كانوا يقولون كل المشاكل من وراء اليهود، لحد الان في اسلاميين وفي مسلمين ببلداننا هيك هذا الكلام يعيدوه. هسه اليهود ما بقوا بعد، في اسرائيل وفي مصالح مع اسرائيل، فهاي هذول ما ينفعوا، فنجيب كبش فداء اخر ومنه المرشح المسلمين. نخلي المسلمين بدل اليهود وتستمر الشغله مثل ما كانت. صوتك العفو، صوتك ما انا نعم للاسف كان في صدى صوت فوقفت المايك بتاعي عشان ما ياثرش على المايك بتاعك. نعم انا شكرا. للاسف يعني مش متفائل يعني بالمستقبل الاقليات العربيه الاسلاميه، وشايف ان في حمق فيها، وفي صرف وغرور، وهذا سيؤدي الى كوارث. يعني إن لم يتدارك العقلاء من أبناء هذه الأقليات في البلدان المختلفة، نعم يعني يتقلدوا زمام الأمور وليس رجال الدين، يعني ما فيش فايدة. نعم فأنا يعني شايف إن عليكم جميعًا يعني في هذه البلدان التضافر على يعني عمل ثقافي، وأن تكون لكم كلمة مسموعة. تسمعها الحكومة، تسمعها يعني المجالس النيابية أو ما شابه ذلك، ويتعمل فعاليات بدل ما هي فعاليات دعوة للإسلام والإعجاز العلمي والكلام بتاع الإسلاميين الذي لا يسمن ولا يطعم من جوع ولا يغني من جوع. أن تكون يعني تعريف بالمواطنة، تعريف بالثقافة، ومحاولة الاندماج في هذه الثقافة. بالضبط. طبعا هاي المسألة، بس أنا أضيف نقطة أخرى أستاذ أحمد، إنه يعني بيسأل اسم الموضوع الأستاذ معاك إيه؟ الأستاذ شمال علي، ناشط سياسي وثقافي، ويعني هو كان المفروض يكتب شكرا على البتاع، هو كاتب اسمه مش كاتب اسمه، هو كاتب شكرا. شمال علي. نعم اتفضل يا باشا. شكرا. أوكي العفو. يسألون عن اسمي. أوكي يس. ف برأيي إنه حتى في بلداننا النشاط الثقافي عندكم أيضا في مصر، عندنا أيضا في العراق، في كردستان، إذا هذا النشاط الثقافي وهذا النقد للدين والتخلف الموجود بالمجتمع، إذا هذا ما يترافق وما يتلائم، يعني ما يكون مدمج بحركة لأجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ما راح توصل المكان. يعني تصور انه مثلا يقولون انه حماس يعني مسيطر على غزة، يعني انت تجي تخلي مليونين شخص مسجونين في غزة وتريد يطلع منهم فولتير، تريد يطلع منهم مثلا ناس يدعون بهاي، اكيد راح يطلع منهم ناس يعني
يحاولون إنه يلجؤون للعنف بكل الوسائل. بمصر، بالعراق، التهميش هذا اللي يصير بمجتمعاتنا تفرز معها التخلف الفكري والتخلف الديني. يعني احنا هذا الدين الإسلامي كان عندنا موجود، يعني ما مو شغلة جديدة. بس إذا تقارن الدين الموجود في الوقت الحالي بالدين اللي موجود كان في الستينات والخمسينات والسبعينات، يعني فرق بين الأرض والسماء. والموضوع كان انه في وقته في الخمسينات والستينات والسبعينات كان في امل، كان في انه ممكن انه الغد يكون افضل من اليوم، ممكن انه اذا نناضل، اذا نحاول، اذا نكافح، انه يعني ممكن نتقدم، ممكن نوصل الفوارق الحضاريه او الهوه الحضاريه بيننا وبين الغرب ممكن تتقلص. هسه ما بدا نشوف الامل، والناس الفاقدين للامل، الناس اليائسين، الناس المهمشين يلجؤون الى اسوا انواع التخلف واسوا انواع الافكار المتخلفه. يعني مرات اشوف انه بالعراق يقولون مثلا قبل احنا كنا مثلا ناس كانوا اميين ما يروحون للمدارس وهاي، ولكن لما كانوا يمرضون يروحون للطبيب للدكتور. هلا صاروا مثلا يروحون عند الشيخ ويسوون مثلا احجيه على مود. بس الموضوع انه ممكن انه اللجوء الى الشعوذه ممكن تكون مصاريفها اقل من اللجوء الى الطبيب. اذا شخص عنده مرض عضال هسه في كردستان، اذا يصرف على نفسه ممكن ملايين الدنانير ما تكفي. يعني $10,000 ممكن يصرف اذا كان عنده مرض يعني خطير. فالافضل انه يلجا للاحجيه وهي. فهو هذا التخلف افراز للواقع اللي بنعيشه، مو العكس. والناس ما تصير متخلفه وما تصير مثلا عنيفه بسبب الافكار المسيطره عليها، بل الاوضاع اللي بتخلي الافكار يعني منبت للافكار المتخلفه والرجعيه. يعني وأنا يعني أناشد جميع الأصدقاء كتابة وجهة نظرهم في المشكلة، بالذات يعني خصوصًا الناس اللي عايشين في الغرب. يعني لازم يبقى في يعني عقل جمعي للناس أصحاب المشكلة، لإن أنت حتى لو أنت مش متدين أنت صاحب مشكلة. يعني حتى لو أنت بالضبط. من ولو متدين فأنت صاحب مشكلة. يعني وحل المشكلة دي هيكون على مستويين يعني من وجهة نظري. يعني عشان قربنا من الساعة وإحنا يعني ما بنحبش نتجاوز الساعة في الحديث حتى لا اوكي. ينسي بعضًا. فأنا أقول يعني واحد، إن إحنا لابد يبقى في مراكز ثقافية ومراكز علمانية تعبّر عن هذه الأقليات وفقًا للثقافة للبلدان اللي هم عايشين فيها. دي number one، حاجة نعم. الأولى. الحاجة التانية لابد من عمل بقى مبادرات سياسية وتكسير العلاقات مع التيارات غير العنصرية. يعني التيارات اللي هي سواء كان اليسار، الوسط، اليمين المعتدل، كل هذا يكون بهذا الشكل. يعني وأنا ليّا أصدقاء أعضاء في حزب العمال وفي حزب المحافظين داخل المملكة المتحدة. نعم. فلابد يبقى في هذا التمثيل، ولابد أن لا نكون يعني شياطين خرساء بكماء ساكتة. كل ما يحصل حاجة يعني زي 11 سبتمبر أو مترو لندن أو أحداث اللي في بعض المدن الألمانية، إن إحنا نكون المشاهد والشاجب. لأ، لازم يبقى في دور أعمق من كده وأكبر من كده، حتى يعني إيه الناس تصدّق إن الناس دي فعلًا لأ، دي ناس جاية عايزة تعيش وتندمج وليست تنتمي لهذه التيارات ذات الصوت العالي والنفوذ الكبير. بالضبط. أوكي، ما راح نتجاوز الساعة، إمم. بس من عادتك إنك ترد على التعليقات الموجودة. ما أعرف إذا أنا تريد. هاحط تعليقات على الشاشة، يعني أي تعليقات مرحبًا بيها حتى لو بتنتقدنا، طالما هي في الموضوع. لا، وطبعًا إذا كان بالموضوع ما لم تعد بريطانيا، هذا أول تعليق. هذا كانت موجودة قبل ما نبلش آه. البرنامج. ما لم تعد بريطانيا السابقة للإيمان المسيحي القويم سبب
بركاتها وخيراتها وتقدمها، فإن خرابها على يد اليساريين والمسلمين والمسلمات والشواذ قائم لا محالة. ده يا إمةً هو يميني يعني أوروبي، يعني اسمه بهاء أمير، أو هو بيهزر، فهنقول إنه آه، بيهزر يعني. آه. لا، ما أتصور. وفي تعليق آخر: من الآن وصاعدًا يجب تسمية بريطانيا بريطانيا السابقة. أوكي. على كل حال، يعني يبدو إنه مزاح. آه. في تعليق من الأخ أو الأخت اللي كاتبة اسمها بالأحرف الروسية: الأوروبيين ضاقوا ذرعًا بمحاولات أسلمت أوروبا وتغيير ثقافتها وديموغرافيتها ونحو ذلك. أوكي. إنه يعني ده في انتقاد. أكيد يعني، إمم، أكيد. وبعدين ما فيش حتى فكرة إمم، للمساواة. أنت عايز يعني اللي بينتقد الإسلام عايز تقتله زي سلمان رشدي، يعني إمم، إمم، بينتقد الإسلام عايز تقتله، لكن أنت عايز تؤسلم أوروبا، يعني عايز تعمل في إمم، تيار واحد. مثلًا في معلومات ما بتتقالش، عدد ال يعني ترك الإسلام، سواء كان في المسلمين الجدد اللي هم يعني سويدي أسلم أو إنجليزي، معدلات الردة فيهم أكتر من 50%. أوكي، يعني أحد الأصدقاء قال لي المعلومة دي، بس محتاجين نستوثق منها يعني. إمم، ومعدلات برضه ترك الإسلام من الجيل التاني والتالت، يعني مش الجيل الأول اللي ذهب زي حضرتك وزي حضرتي. إمم، لكن من الناس اللي هي يعني الجيل التاني، الجيل التالت، الجيل التالت ده ما بيبقاش يعرف له بلد إلا البلد اللي هو نشأ فيها. ف نعم، يعني المسألة دي آآ مهمة جدًا إن إحنا نحاول نعمل lobby بس بالمعنى الجيد يعني للكلمة، حتى يعني لا نترك الأمور تتفاقم إلى الأسوأ. إمم، وفعلًا الأوروبيين يعني برضه هم بيفكّروا في المشكلة لإنها مشكلة عويصة بالنسبة لهم أيضًا، يعني هي مشكلة ليست من السهولة بمكان إن إحنا نحلّها وإحنا بنشرب فنجان من القهوة، دي محتاجة تفكير وأبعاد كتير وقصة كبيرة. أوكي. طبعًا في تعليقات كثيرة من نفس المشاهد. واليسارجية ميّعوا قوانين للهجرة وسمحوا لكل من هَب ودَب الهجرة واستغلال القوانين لتمرير أجدادهم أسلمت أوروبا. ولكن هاي تهمني. هل هذا التعليق يهمني كثير يعني: حوّلوا أوروبا إلى مدن عشوائية وصفيح ويمارسون البلطجة في كل مكان. طبعًا هاي يعني مدن الصفيح، يعني ما معقول إنه مثلًا لاجئ جاي من بلد يحوّل أوروبا إلى مدن عشوائية. المدن العشوائية يعني موجودة في ده أنا كل. شايف تعليق أظن ده الصديق لوقانيوس، يعني التعليق بتاعه فيه شطط شوية، ممكن يعني أنا أوافقه. وفي بعض المدن حصل فيها حاجات زي كده، وبقت في أحياء لا يستطيع إمم، أحد يدخلها إلا المسلمين، في فرنسا وحتى في بريطانيا وكده وكل ده. إمم، لكن يعني لم تصبح ظاهرة عامة، وما أظنش الأوروبيين هيسمحوا إنها تبقى ظاهرة عامة. يعني هذه في عشرات النواقيس التي تقول للأوروبيين احذروا هذه الأقليات. إمم، يعني من 11 سبتمبر، الأحداث الإرهابية المختلفة، نعم، ال الهجرات من العالم الإسلامي شبه المنظمة، سواء كان نعم، بالعراق أو من سوريا أو من غيرها من البلدان. فكل ده يعني السؤال يعني سؤال مهم وإزاي يجاوبوا عليه. في مظاهرات حصلت من بعض الأحزاب البريطانية اللي هي بتقول ضد العنف وضد خطاب الكراهية اللي بيعمله اليمين، نعم، وطبعًا انضم ليها كثير من الأصدقاء المسلمين داخل بريطانيا، وحتى صورها موجودة ممكن تلاقوها على الBBC. وشيّرت أنا حتى صورة الevent ده، حطيت صورة لأحد هذه المظاهرات. لكن إمم، يا جماعة علينا إن إحنا نحذر، يعني ما نضمنش ونراهن على حكمة أوروبا والتزامها بالقيم الليبرالية والإنسانية، لأن ممكن كل ده ينقلب في لحظة. يعني فعليك إنك أنت تكون مستعد إنك أنت آآ
تخلخل وتحلل هذه التيارات وتعمل لوبي مضاد، يعني إمم، يكون في ويكون أيضًا هذا اللوبي المضاد مبني على حقائق ومبني على ناس فعلًا يعني مخلصة للثقافة العقلانية والإنسانية، مش مجرد مناورة، يعني في ناس كتير نعم، بتحاول تعمل مناورة، لدرجة إن في إمم، بعض رجال الدين اللي هو أفكاره متخلفة تمامًا، لمّا راح عاش في الغرب بدأ يخاطب الغرب بما يفهم الغرب، ويقول له إمم، لأ ده عندنا حرية عقيدة وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، بما هو خلاف إمم، الواقع. أنا مش باقول إن إحنا يكون لينا خطاب مزدوج، لكن فعلًا لابد إن المتدينين والمهتمين بالشأن الإسلامي يطوّروا خطاب، يعني زي ما باقول أنا دائمًا، يعني نسخة دينية إسلامية صديقة للإنسان والبيئة، مش عدوة للإنسان والبيئة، يعني ينبغي إن هم يصنعوها حتى لو لم تكن موجودة لا بأس، فلتصنع يعني صناعةً. إمم. نعم، هو حوّلوا أوروبا إلى مدن عشوائية وصفيح، طبعًا مدن الصفيح والعشوائيات هاي ظاهرة اجتماعية، ظاهرة عامة يعني عالمية مو موجودة فقط بأوروبا، ولكن اللي يخلق العشوائيات مو من الناس اللي عايشين بالعشوائيات، اللي يخلق العشوائيات هي يعني النظام الاقتصادي والسياسي الموجود بالبلد، يعني العشوائيات موجودة ببرازيل معروف، يمكن سامع بها فافيلا في مدن الصفيح اللي موجود في برازيل، طبعًا كان هناك منظمة أساسًا هي نشأت كمنظمة يسارية أو يمكن اسم النجم الأحمر ما أعرف يعني هيك. هاي المنظمة في مثلًا خلال فترة معينة تحولت إلى عصابة تتاجر بالمخدرات وهاي، وبعدين سيطرت على المناطق هاي. فالعصابة فرزتها المدن الصفيح، والمدن الصفيح تفرزها الواقع الاقتصادي هذا الحل. يعني المشكلة بنقد الدين أستاذ أحمد، أنا اللي أشوفه إنه حتى المتنورين، حتى اللي بينتقدوا الدين، بالنسبة إلهم في منهجهم تالي متالي الدين هو بطل الساحة، يعني سواء الشرير خير، مثلًا المسلمين يقولون أساس أخلاقنا ومعتقداتنا وكل اللي حضارتنا وهاي كله أساس الدين، وييجي المتنورين ويقولون لا أساس كل الشرور هو الدين، يعني بالحالتين الدين سواء كان خير أو شرير فهو بطل الساحة، هو الشخص اللي هو هاي الجهة، هاي الدين، التدين هو هذا اللي يحدد مصير البشر، مع إنه الموضوع مو بهالصيغة هاي وطبعًا الواحد لازم يشوف العوامل الاقتصادية أيضًا. أوكي، في تعليقات عندي كتيرة سؤال بس بس أني أريد أختار هذا التعليق من الأخ اللي طبعًا الشيء اللي إحنا بننتقده هنا أفسد الناس بالعراق عائلة البرزاني، لا ت تستشرف براسنا أو لا تتفلسف براسنا، لا تستشرف براسنا كاكا. طبعًا هو صحيح عائلة البرزاني معروفة، وطبعًا كوني أنا كردي مو معناته إنه أأيد عائلة البرزاني، وهذا هو التصور التعميمي اللي طبعًا اليمين الأوروبي كمان يشوف المسلمين نفس الشيء. الأخ اللي هنا يحكي يشوفني كوني أنا كردي واسمي شمال لازم أكون من المؤيدين لعائلة البرزاني، وهذا التعميم الغير صحيح والمرفوض. أوكي، تعليقات كتير يمكن ما نلحق والوقت يعني صار أزيد من ساعة، فما في كلمة أخيرة ممكن يعني ننهي الحلقة من والله من أنا يمك. سعيد بوجودي معاك يا شمال، وإن شاء الله يكرر اللقاء بيننا مرة أخرى، ولابد يبقى في مشروع للعمل من الناس يعني خصوصًا ده يعني واجب ضروري جدًا، جدًا، جدًا من هنا للصبح للناس اللي عايشة في الغرب، لأن الموضوع يعني متعلق بأمنهم الشخصي، يعني ليس فقط متعلق بحياة أفضل، لأ ده أمنك، ويعني إذا كان أكيد. الأمن هو أهم شيء يسعى له الإنسان يمكن قبل الأكل والشرب، ف أكيد. ده أمن الأقليات دهيّة، وينبغي أن يخرج منهم رجال ونساء رشداء
يستطيعوا إن هم يتعاملوا مع هذه الأزمة، ولابد يبقى في حركة ثقافية، عقلانية، إنسانية بين هذه الأقليات، حتى لا يعني يُختطف أبنائها لأشباه يعني الجماعات الإرهابية. ونحن نعلم أن من بريطانيا ومن بلجيكا ما أعرفش السويد والّا لأ، وفرنسا، ذهبوا ناس كتير تجاهد في العراق أو في أكيد. سوريا أو الدولة الإسلامية، ونتيجة إن يعني أنا شايف ده تقصير من يعني المثقفين والمفكرين العرب اللي عايشين في الغرب. آه. في نقد إلنا يقول إنه غير عادل، يجب أن يكون وقت مخصص لقراءة التعليقات. أني أتقبل النقد، ممكن نعمل أتمنى. حلقة لكل التعليقات ونخلّيها مفتوحة، يعني حلقة مفتوحة وناخد أوكي. مشاركات، ويسعدني جدًا. أوكي، أكيد، أكيد. لازم نفتح حلقة خاصة بالموضوع ونتناول كل التعليقات. أنا باسأل وتكون يعني. الأولوية للمشاركة الناس اللي عايشين في الغرب، يعني لو واحد يعني أكيد. مثلًا لأ، مسلم أو الموضوع مثل ما عربي. تفضّلت، موضوع جدّي يعني إمم. مرتبط وثيق الارتباط بأمننا الشخصي حتى بحقوقنا الاجتماعية، حتى بالنظرة اللي ينظروا لنا الناس. يعني إذا أنت حتى أمنك الشخصي، أمنك ال الجسدي مو مُعرّض للخطر. فإذا أنت في كل يوم تشوف تعليقات وإهانات وهاي، طبعًا ممكن إنه من الناحية النفسية نتضرر كتير. وهاي المسألة مسألة جدية. بس أقدر أرجع وأقول في ريتشارد داوكنز كان عنده مقولة في كتابه وهم الإله. بيقول إنه الملحدين أو الناس الغير دينيين كأنهم مثل القطط، ما يقدرون يعيشون في تجمعات، وهاي ممكن لازم يعيشوا بفرادة هيك. بس هذا التصور أشوفه تصور لازم نغيره، ولازم اللادينيين يحاولون إنه يندمجون حتى بالنضالات وبالصراعات الاجتماعية الموجودة، ويتمازجوا بين موقعهم كناس متنورين وموقعهم كناس يناضلون من أجل الحقوق ومن أجل غد أفضل. أشكرك شكر جزيل، وأنا أسعد بأنه يعني شرفتني بحلقتي وكلش وأنا كمان يا صديقي، ممتنة. وإن شاء الله اللقاءات تتكرر، أكيد. وأشكر كل المتابعين لحضرتك والمتابعين لينا هنا، وليلتكم سعيدة وتصبحوا على ألف خير وخير. وفكروا خصوصًا الناس اللي عايشة في الغرب أو كانت عايشة في الغرب في فترة، دي دورها يعني مهم جدًا في الموضوع. أكيد. شكرا جزيلا. شكرًا. شكرا. مع